الفيلم بيبدأ مع البطل اللي اسمه خفير، وهو بيحكي عن قدرته الغريبة اللي بيعرف بيها مستقبله مع أي بنت بمجرد ما بيقرب منها، وبتدخل عليه حبيبته وبتبدأ تحكيله عن يومها، بس بتقطعهم حبيبته القديمة اللي بتكون أخدة بالها منهم، وبتروح تحكي لها إنه في أي علاقة في الأول بيكون كويس لحد ما بيتغير وكأنه شايف حاجة هي ما تعرفهاش عن نفسها، وبعد كده هيقول إنه مش شايف أي مستقبل ليكم مع بعض، وبيكون ده فعلا اللي ناوي يعمله. فبيكون قاعد محروق جدا، فبيرجع للماضي أيام ما كان في المدرسة وهما بيلعبوا هو وشلة المدرسة لعبة كده ما تصحش يا ولاد خالص. فأول ما قربت منه البنت اللي هو معجب بيها بقى شايف المستقبل وهما مع بعض، بس ما كانش فاهم ده ايه، فقرر ما يحطش في باله وما يركزش في اللي حصل وارتبط بيها عادي، بس اتأكد ان كل اللي شافه ده حقيقي لما شاف كل المواقف بتتكرر هي بالظبط، وبقى ده يتكرر كل ما يحاول يرتبط ببنت جديدة، لكن بقى بيستغل ده في صالحه عشان ما يطولش كتير في اي علاقة. المهم بنرجع للوقت الحالي والبنت بتهزقه عشان فهمت انه مش جد في اي ارتباط بيدخله، وبنيجي نشوف خفير اللي بيكون في الشغل بتاعه واللي هو عبارة عن دار نشر كتب وهو مسؤول عنه، وبيزوره صديقه المقرب روبرتو وبيقوله انه هيخرج بالليل مع لوسيا حبيبته وهتجيب صاحبتها معاها، فبيطلب منه يجي ويتعرف على صاحبتها دي يمكن تعجبه، وخفير بيوافق. وبعدها خفير بيحضر حفلة تبع الشغل بتاعه، بس اتضح ان خفير الدار بتاعته اخر سنة احوالها مش احسن حاجة، ومعتمد على كاتبة كبيرة اول كتاب ليها كانت مبيعاته مكسرة الدنيا، بس اتقابل معاها في الحفلة واكتشف انها مش عارفة تبدأ في كتابها الجديد وحالتها وحشة جدا، بس برضه مرضاش يضغط عليها. وبنيجي في الميعاد بتاع بالليل وصاحبتها استر بتحكي عن نفسها وانها بتشتغل مع صاحبتها بقالها 3 شهور، وبتكون اعجبت بخفير جدا بس هو ما كانش معجب بيها خالص. اما بقى لوسيا كانت بتتكلم عن شغل خفير اللي بقى في النازل وتحاول تساعده برأيها، بس هو ما تقبلش ده لانه حس انها بتستهتر بيه. وبعد كده قرروا يكملوا باقي السهرة، لكن روبرتو سابهم عشان عنده شغل كتير وبيروحوا يكملوا سهرتهم، واستر بتفضل ترقص وتفضحهم كده زي ما انتوا شايفين وبتشدهم يرقصوا معاها وبيكونوا مش في وعيهم خالص. وبيقرب من استر في اللحظة دي وبيشوف المستقبل انهم خرجوا من المكان مع بعض وقعدت ترجع عليه وعينك ما تشوف الا النور. وبعدين استر بتزق على صاحبتها، واول ما بيقرب منها بيشوف حياة سعيدة جدا معاها وبيبان انه هيعيش احلى ايام حياته جنبها، وهيتجوزوا ويخلفوا كمان 2 توأم ويعيشوا في تبات ونبات. واول ما بيفوق بيبقى مصدوم جدا وبيوصلوا استر بيتها لانها بقت فاقدة الوعي. ولوسيا بعد ما نيمت صاحبتها راحت تتكلم معاه وغيرت اسلوبها معاه خالص من بعد ما كانت شايفاه انسان صايع بس وبتاع بنات، وفضفضت له عن علاقتها بصاحبه وانه ما عادش مهتم بعلاقتهم زي زمان، بس اول ما حس انها بتتقرب منه سابها ومشي. وتاني يوم بتعدي عليه في مكان شغله وكان باين انها بتتلكك باي حاجة عشان تروح تشوفه، بس كلمته عن اللي حصل امبارح، وقبل ما تكمل قال لها نعتبر ان مفيش حاجة حصلت وكل واحد يروح لحاله، بس هي قالت له لا مش قوي كده، احنا هنبقى اصحاب عادي. وبعدين عرضت عليه تساعده في شغله اللي بينهار، وكانوا بيقضوا وقت حلو مع بعض، وخلص معاها وراح قعد في حانة شايل الهم كده زي ما انتوا شايفين. وكانت مركزة معاه بنت اسمها أريانا بتشتغل في الحانة، وتعرف عليها وقالت له انها بتشتغل ممثلة ومغنية وراقصة، يعني ما سابتش حاجة ما شاء الله عليها. وقامت قعدت قدامه تبحلق له كده عشان توريله انها عميقة وهتخليه يحكي كل اللي جواه، فقام اعترف لها انه جعان، فقالت له تعالى معايا هعمل لك كريب. ولما وصلوا قعدوا يتكلموا شوية وكانوا زي الفل، بس نزل لهم واحد وطلع حبيبها القديم وهي ما عادتش عايشة في البيت ده اساسا، فقال لها انتي بتعملي ايه هنا؟ فراحت توهته كده في الكلام، فاخدت خفير وطلعوا يجروا من المكان، وباين عليها انها واحدة بتحب تعيش اليوم بيومه وروحها حلوة جدا. بس اول ما اتقربت منه قال لها لا استني انا بحب حبيبة صاحبي، فقالت له شفت خليتك تطلع اللي جواك بعد 1.5 ساعة ازاي؟ وطبعا ده من احراجها. وقال لها بس عارف انها ما بتحبوش وملهمش مستقبل مع بعض، فقالت له لازم تصارح صاحبك لو فعلا يهمك امره. وبعدين بنيجي لروبرتو اللي راح للوسيا عند شغلها وتقدم ليها قدام زمايلها وبيقولوا لها يلا وافقي، فراح لصاحبه بعد ما رفضته وكانت حالته وحشة قوي، وخفير حاول يواسيه. وبعدين راح للوسيا عشان يقنعها ترجع لصاحبه، بس هي كانت مصممة على رأيها، فسألها في الآخر لو إنها متأكدة إن قرارها ملوش علاقة بيه، فقالت له إنها متأكدة
كده، وقطعت استر كلامهم فسابهم ومشي. وفي يوم تاني كان عمال يقرا في رواية سانسولز الكاتبة، بس حاسس انها متكررة والنهاية متوقعة جدا، فبدأت لوسيا تساعده وتاخد آراء قراء شباب عشان يعرفوا رأيهم في الرواية ويساعدوا خفير. وبعد ما بيخلصوا بيروح بيتها وبيتأكدوا ان في مشاعر ما بينهم، بس هي بتقوله لا ما ينفعش نبتدي في علاقة وانا لسه خارجة من التانية. فقال لها طبعا عندك حق، وطبعا نفذت كلامها وبقوا مرتبطين عادي جدا، وبقوا بيروحوا في كل حتة مع بعض وبيبدأوا يتعلقوا ببعض جدا، وحتى بيحطوا صورتها على الكمبيوتر بتاع الشركة. وبعدين في مرة بيتقابل بالصدفة مع صاحبته أريانا وبتعزمه على حاجة، وبتحكي له عن حياتها شوية والأماكن الكتير اللي هي زارتها والشغلانات الكتير اللي هي جربتها. وبعدين بتسأله عمل ايه مع حبيبة صاحبه، وقال لها انهم بقوا مرتبطين، وبيحكي لها كمان عن قدرته اللي بيعرف بيها مستقبله مع اي بنت بمجرد ما بيقرب منها، وعشان كده هو متأكد انه بيحب لوسيا. فقالت له كداب مش مصدقاك. فقال لها خلاص جربي. ولما قربوا من بعض بقى مش شايف اي حاجة غير انه شايف نفسه معاها في اللحظة دي بس. فقال لها انه شكله فقد قدرته دي خلاص عشان لقى حب حياته. ففكرت يا عيني انه بيتكلم عنها، بس هو كان قصده على لوسيا، فاتحرجت طبعا، بس هو قام شكرها ومشي. ولما بيوصل مكتبه بيكون روبرتو موجود هناك وبيشتكي له انه لسه مش عارف ينساها، بس الكمبيوتر بتاعه بيفتح وبتظهر صورتهم مع بعض، وروبرتو بيشوفها وبيبقى متعصب جدا وبيهزقه، وقال له انه ما عادش شايفه صاحبه اساسا وانه هو مجرد فاشل وخايب. بس خفير ولا بيتأثر وبيكمل في علاقته بلوسيا، وبيقول لنا انها اسعد ايام حياته، وفعلا قضى معاها الايام اللي كان شافها في المستقبل معاها، وكل الضحك واللعب وجد. بس مع الوقت بقى عارف كل حاجة هتضايقها وتفرحها، فما بقاش متحمس معاها زي الاول، وهي حست بده. وبنيجي لما عرف ان الكاتبة اللي بيتعامل معاها بتسرق شغل ناس تانية وبتخلي خفير يطبعه على اساس انه بتاعها، فراح يواجهها وقالت له انها ما بقتش عارفة تكتب زي زمان لانها مش عارفة تواكب الشباب وتفكيرهم. فلقى حل انه يخلي اريانا تساعدها بما انها لفت العالم وعندها حكايات كتير وممكن تلهمها. وراح البيت بعد كده وكان عارف انهم مجهزين له مفاجأة لعيد ميلاده، ولوسيا حست من طريقته انه كان عارف، وسألته بعد الحفلة هو عرف ازاي، وعشان ما يحسسهاش بحاجة فهمها انه شاف عربية صاحبه راكنة تحت، لكن لما حاولت تفاجئه تاني مرة بتذكرتين المغرب خدت بالها انه ما تفاجئش واتضايقت جدا، وقالت له انها بقت حاسه انه بقى كانه عارف كل حاجه بتحصل ما بينهم قبل ما تحصل، وحست انه زهقان منها لانه وصف رحلتهم هتبقى عامله ازاي بالظبط. فقالت له انها هتروح مع استر وسابته. وبعدين راح يشوف الكاتبة واريانا وصلوا لايه، وكانت الكاتبة معجبة بكل حاجة عملتها اريانا في حياتها، وقالت لخفير انه كمان شكله معجب بيها، بس هو انكر عشان مرتبط بلوسيا. وراح مع اريانا العرض بتاعها وخلته يشارك معاها العرض، واتكلم معاها على الجنان اللي عملته في العرض، واتأكد انها لسعة منها خالص، بس اللي هو مش اخد باله منه انه عجباه شخصية اريانا. ففي اللحظة دي بيحاول يقرب منها، بس هي اتضايقت منه جدا وقالت له انت مرتبط بتعمل ايه؟ فقال لها مش عارف. فقالت له هسهلها عليك انت حقير، وسابته ومشيت. فراح بعدها يحضر ندوة للكاتب دونياتي اللي راح مع لوسيا ليه قبل كده مع بعض، واتفاجئ ساعتها ان صاحبه هناك. ولما بدأت الندوة خفير قعد بعيد، وبدأ روبرتو يتكلم عن حياته واللي حصل له، وانه حياته اتغيرت وبقى يسافر من بلد لبلد، وغير من حياته خالص بسبب صدمة عاشها، وهي ان حبيبته خانته مع صاحب عمره. وخفير بكل بجاحة قال له ما ينفعش علاقة ناجحة تبوظ بأي شكل أو أي حاجة تأثر عليها، يعني بيلقح إن علاقته بلوسيا هتفشل كده كده وإنه مش السبب، بس بعد كده اعتذر له لأنه خبى عليه وما صرحهوش، وروبرتو زي العبيط سامحه وحضنه عادي جدا. بس هنا بدأ خفير يعقل ويفهم إن لوسيا ما كانتش قدر ولا حاجة زي ما كان فاهم، برغم إنه حبها بجد، وقرر يصلح علاقة روبرتو بلوسيا لأنه اتأكد إنه كان سبب انفصالهم عن بعض، وخلاهم يتقابلوا ببعض في الكافيه، وكل واحد كان مفكر إنه هيقابل خفير أساسا، بس قعدوا مع بعض وخفير كان شايفهم من بعيد واطمن إنه قادر يصلح بينهم، وارتاح فعلا لما فهم إنه في حاجات كتير يقدر يهتم بيها أحسن من إنه يضيع نص عمره في إنه يلاقي قصة حب ما كانتش ليه أساسا.
وبدأ يركز في حياته وشغله، وبعت لصاحبته أريانا تذكرة للمكان اللي كان نفسها تسافر ليه. وحتى الكاتبة بدأت تتحسن أمورها لما وجهتها أريانا إنها مش المفروض تكتب عن قصص حد تاني غير نفسها. ونشر خفير كتابها وحقق نجاح كبير جدا، وعمل حفلة بسبب المناسبة دي. والكاتبة ساعتها شكرته جدا على وقفته جنبها وتحمله ليها لما كانت مش لاقية نفسها ومش عارفة تكتب حاجة، وقالت إنه لولاه ما كانتش قدرت توصل للنجاح ده. وبعدين شاف أريانا في الحفلة وراح يتكلم معاها، وعرف إنها ما سافرتش لأنها بقت عاوزة حاجات مختلفة، فقررت ما تسافرش. فسألها طب ليه ما تقابلناش؟ فكانت متلخبطة وهتسيبه وتمشي، بس قالت له أنا بعرف كويس لما بكون معجبة بحد ومبحتاجش أشوف مستقبلي معاه عشان أرتبط بيه. وطبعا احنا فاهمين إنها اتجرحت منه وبتهزقه على اللي عمله معاها، وقامت سابته ومشيت. فراح وراها بسرعة وقال لها إنه عاوز يكون معاها وإنه بيحبها. وبينتهي الفيلم على كده. واللي استفدناه من القصة المهببة دي، اوعى ترتبط بحبيبة صاحبك، بلاش قلة أدب. أما بقى تقييمي للفيلم ده 2/10، يعني بلاش تتفرجوا عليه، أنا اتفرجت لكم خلاص. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. سلام يا حلوين.